أصبح انتقاد الشرع تحريضا عليه، أم أنه حينما ينتقدون الآن الشرع، ينتقد الآن الإخوان الذين ينتقدونه، ألا يعتبر هذا في نظركم تحريضا؟ بل حتى أنه أصبح لئيما كما وصف به الدكتور الصنايبي، مع العلم أن الدكتور الصنايبي في انتقاده له ذكر محاسن منصته، وقال أنه استخدم تلك المنصة ومن خلالها وجهنا رسائل للنظام الجزائري. أين هذا اللؤم الذي وصفت به الدكتور الصنايبي، بالرغم أنه ذكر محاسن منصتك؟ وأنت الآن أصبحت تصفنا بأننا نتخاطف على وردة ونتخاطف على أسد ونتخاطف على، مع العلم أيضا أنك أنت كنت ممن يمدح في الإخوان وتقول عنهم أنهم محاورين وأنهم متحدثين وأنهم كذا. فلماذا يتم استخدام لغة معينة وأسلوب معين في الوقت الذي تريده وتنكره على الآخرين أيضا؟ أما النقطة التي أفاضت الكأس هي اختصاص أشعث الشرعي في انتقاد بعض كما يصفهم هو، بالرغم أنه في البداية كان يصف المغاربة، وبعد أن رأى أن المغاربة لن يوافقوا على طرحه وأسلوبه أوضحوا له أن استخدام هذه الكلمة فيه تشويه للشعب المغربي، وهو يعلم أن النظام الجزائري ودبابه ووسائل إعلامه تسعى إلى إلصاق ما يحدث في غزة بالمغاربة. وحينما قلنا له لماذا أنت مختص في انتقاد الأصوات المغربية التي تنتقد ما يحدث الآن في غزة، مع العلم أنه هو متواجد في تويتر وجميع الإخوان المتواجدين في منصة تويتر يجدون أصواتا خليجية وجزائرية وتونسية وليبية وغيرها تنتقد بنفس الأسلوب الذي ينتقد به المغاربة، لكن أسعد الشرعي تويتاته المحطوطة كلها على المغاربة حصرا، وكأن هؤلاء الذي يصفهم هو بالمتصهينين موجودون في المغرب فقط. هذا ما انتقدناه. لماذا التركيز على المغرب وكأنه هو وصي على المجتمع التيك توكي أو التويتري المغربي؟ هذا ما انتقدناه. وكنا أيضا ننتقده في نقطة لو كان أسعد الشرعي تهمه القضية الفلسطينية وما يحدث في فلسطين لتطرق إلى الوضع الآن في فلسطين وإلى الأحداث الآن في فلسطين ولفتح لايفات ليتحدث عن ما يحدث في فلسطين، وليس ليفتح لايفات يركب فيها موجة ترند القدس ليخصصها لموضوع يثير به الجدل في التيك توك المغربي. هذه الحقيقة. لماذا لا تضعون النقاط على الحروف وتقولون أن ما ننتقد فيه أسعد الشرعي واضح؟ استغلال ما يحدث في فلسطين وفتح مواضيع 3 لايفات كلها عن بعض كما يصفهم 10 أصابع مغاربة يتماشون أو ينتقدون ما أقدمت عليه حماس. هذا ما انتقدناه فيه، وفيه ضرب واضح لصورة المجتمع المغربي. قلنا له لو كنت فعلا تحب المغاربة لتحدثت عن أن المغاربة أول من خرج وحرق العلم الإسرائيلي في قلب المغرب الذي يصفه الذباب الإلكتروني والمشارقة بالمطبع، وهذا لم يحدث في أي بلد، لا في يمن ولا في العراق ولا في غيرها. هذا ما انتقدناه فيه. ثم نقطة أخرى، التدليس على المتابع المغربي من خلال اتيان بصورة هو بنفسه لم يكلف نفسه عناء أن يتأكد منها ويريها للمغاربة ويقول لهم هل يشرفكم هذا الشخص؟ كبر الصورة حتى يعلم المتابع لماذا ننتقد أسعد الشرعي. والانتقاد في نظركم أصبح تحريضا. هذا الشخص هو مدير إذاعة مغربية، الشرعي أخذ صورة فوتوشوب يقول للمغاربة هل يرضيكم أحمد الشرعي الذي يقول كلنا إسرائيليون؟ ولم يكلف نفسه عناء أن يذهب ويستقصي الخبر ويتأكد من الصورة. أليس هذا فيه ضرب واضح لصورة المغاربة؟ أين هو إن كان مؤمنا كما يقول نحن مسلمون قبل كل شيء. القرآن يقول لك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نقطة أخرى، أن يربط الشرعي بين القضية الوطنية وهي الصحراء المغربية ويقول لك يكفي أن إسرائيل اعترفت بالصحراء اقتلوا أطفال غزة. من قال هذا الكلام؟ بعض أو حتى أنه تحداهم قاله أحد في تويتر، وأنا أتحدى أن يأتيني بتويتة واحدة يقول فيها مغربي سواء كان مع إسرائيل أو غير إسرائيل
اعترفوا بالصحراء واقتلوا أطفال غزة. أليس هذا فيه تحريض على المغاربة وتشويه وضرب في صورة المجتمع المغربي؟ ألا يحق لنا أن ننتقد في هذا الأمر؟ أيعتبر هذا انتقادا؟ أيعتبر هذا تحريضا على أسعد الشرعي؟ ما بال الشرعي لم يعد يقبله حتى ينتقده الناس أو يختلف معه الناس؟ أم أننا إذا صعدنا عندك إلى المنصة أو أنه إذا عرفنا المغاربة بقوة أسلوبنا وبطرحنا في منصتك ونحن من كان يرفع فيها القول ونحن من كان يزكي فيها النقاش، هل إذا عرفنا المغاربة بأن فلان متحدث وأن فلان مثقف وأن فلان كذا هل للشرع فضل في ذلك الأمر؟ أم أنه إذا أتى أحدهم وأرسل هدية هل بفضل الشرع؟ أم أن هؤلاء الذين يرسلون الهدايا حتى هم أغبياء وأنتم تستغبونهم؟ كفى من دغدغة المشاعر للمغاربة بهذا الأسلوب. والذين تحدثوا نحن لا نحجر على الشرع أن ينتقد التطبيع، فذاك رأيه لا يعنينا ولا يهمنا أصلا، منه عدد كثير يا روح أمك. نقطة أخرى، الشرع أصبح متطاولا على المغاربة، يقول لهم روح أمكم أربيكم أنتم زبالة. هل هذا أسلوب يختلف فيه الناس مع الذين ينتقدونهم؟ هل هكذا هو نعمة الاختلاف ونعمة الثقافة ونعمة الحوار؟ لسانك أصبح طويلا أكثر من اللازم، وما وقف عليه المغاربة إلا لإلجامه أو لقطعه حتى. فالمغاربة لا يغرنك صبرهم، فإن قاموا على رجل والله ما تركوك إلا وقد قطعوا رأسك. ولست هنا أحرض عليك بقدر ما أحرض على أنه يجب على المغاربة، كانت هذه المنصة معنا أو لم تكن معنا، إن أخطأ سنقول أخطأ، ويجب عليه أن يتقبل خطأه وأن لا يتحدث بشيء إلا بعد أن يتأكد منه. أنا استفزني أنه يرفع هذه الصورة ويقول للمغاربة هل يشرفك هذا الشخص وهو لم يتأكد منها حتى. بالله عليكم هل هذا مستوى؟ لا لغيرها. يا إخوان كفى هدايا، الشرع سيهاجمنا بالهدايا لأنكم تعطوننا الهدايا، سيهاجمنا الشرع لأنكم تعطوننا الهدايا. نقطة أخرى، الشرع للأسف الشديد يعتقد أن كل كلامه سيوافق عليه المغاربة. والله إنك لمخطئ، والله إنك سأختم أخي الكريم. لا سأتركك تتكلم. هل هذه هي الصورة الحقيقية؟ We are all Israelis. طيب اكمل. كمل يا أخي كمل. شكرا. أعتقد أني وضعت النقاط على الحروف، وأن لا تأتون بذلك الكلام كنتم تصعدون وأصبحتم تصعدون. حينما كنا نصعد كان الشرع ملتزما بأن ينتقد التطبيع كرأي شخصي، أما أن يسعى إلى تسويق خطاب ل10 أشخاص كما يصفهم هو على أنه في مغاربة وهؤلاء المغاربة وحاربوهم وقاتلوهم وتصدوا لهم وما إلى ذلك من هذا الخطاب، ذاك أمر لا يعنيك. وأعتقد أنه حتى إذا دخلت من التويتر هؤلاء الأشخاص وأنا متواجد في تويتر نحن ننتقدهم ولا ننتظر منك أن ترينا ما نفعل وما لا نفعل. لك منصتك تفتح مواضيعك يناقش من يناقش، أما أن توجه المغاربة فذاك أمر لا يعنيك. وأعتقد أنه يجب عليك أن توجه اليمنيين ضد الامتداد الإيراني في اليمن، فبلادك أولى وأهم من أن يتسللها الخطاب الإيراني بدل أن تخصص كل وقتك وجهدك للمغاربة. أما مسألة الاسترزاق وما إلى ذلك فالمتواجد في اليوتيوب وغيره أمر واضح تمام الوضوح، ومن حقك ولكل مجتهد نصيب وللمغاربة الحق أن ينتقدوا وأن يضعوا لك النقاط على الحروف وأن يحددوا لك النقط التي لا يجب أن تتطاول فيها. وأنا أنصحك بأن تلزم حدك في أن تتطاول على المغاربة. كلمة روح أمك وزبالة وربيكم سترى من سيربيك. أنا هنا هذه الكلمات استفزتني استفزازا شديدا،